هنتكلم عن موضوع كلنا محتاجينه. ازاي نطور نفسنا؟ مش هنقول حاجات معقدة، لكن خطوات بسيطة لو عملناها هتفرق جدا في حياتنا. اول خطوة، اقبل نفسك زي ما انت. قبل ما تطور اي حاجة لازم تحب نفسك وتتقبلها. التطوير مش معناه انك مش كفاية، لا، معناه انك عايز تبقى احسن نسخة منك. تاني حاجة، اقرأ كل يوم حتى لو صفحة واحدة. القراية بتفتح لك أبواب جديدة وتديك خبرة من غير ما تعيش كل التجارب بنفسك. رقم 3، نظم وقتك. وقت الإنسان أغلى حاجة عنده. جرب تعمل جدول بسيط وتحط فيه أولوياتك، هتلاقي نفسك أنجزت وقل توترك. 4، مارس الرياضة حتى لو تمشية ربع ساعة. جسمك محتاج حركة عشان ذهنك يفضل صافي. رقم 5، اتعلم مهارة جديدة. ممكن تكون حاجة بسيطة زي طبخة جديدة، أو حاجة كبيرة زي تتعلم لغة. أو المهارات دي كلها بتديلك ثقة في نفسك. رقم 6، اكتب أفكارك ومشاعرك. الكتابة بتخلي جواك مساحة أوسع. جرب تكتب يوميات بسيطة، هتلاقي نفسك بتفهم نفسك أكتر. 7، قول لأ من غير تأنيب. مش لازم توافق على كل حاجة. لما تقول لأ للحاجات اللي مش مناسبة، بتدي نفسك فرصة تقول نعم للي هينفعك بجد. بما انكم وصلتوا معايا لهنا، ما تنسوش تدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس. ونكمل. 8، كون علاقات صحية. اختار الناس اللي يضيفوا لحياتك ويشجعوك تكون أفضل، وابعد عن العلاقات اللي بتستنزفك. رقم 9، مارس الامتنان. كل يوم قبل ما تنام فكر في 3 حاجات انت ممتن ليها. الامتنان بيغير نظرتك للحياة. استمر في المحاولة. التطوير مش خطوة واحدة، هو رحلة. يمكن تقع، يمكن تتأخر، بس طول ما بتقوم تاني انت ماشي في الطريق الصح. ودي كانت 10 حاجات تطور بيها نفسك. مش محتاج تعملهم كلهم مرة واحدة، لكن خد خطوة صغيرة كل يوم، وافتكر انك تستثمر في نفسك هو اجمل استثمار ممكن تعمله. وبكده نكون خلصنا ال10 خطوات اللي احنا قلنا.